يعني ايه مقاطعة؟ ليه بنقاطع؟ هو يعني الحاجه اللي انا هشتريها هي اللي هتبوظ الدنيا؟ وانا اعيش حياتي ازاي وانا كل حاجة اصلا جاية من عندهم؟ ليها لازمة المقاطعة دي اشتغلت قبل كده؟ يعني ايه مقاطعة؟ المقاطعة هي طريقة اعتراض سلمية مقصود بيها الضغط الاقتصادي على الشركات والمؤسسات اللي حوالينا. المقاطعات ممكن تحصل من دول، ممكن تحصل من مؤسسات، ممكن تحصل من حاجات كتير قوي زي ما حصل سنة 73 ولا زي ما حصل في مقاطعة مونجمري سنة 1955. ساعتها لما الناس اصحاب البشرة السوداء قرروا ان هم يقطعوا ركوب الباص، وكلهم كانوا بيعتمدوا على ان هم يمشوا في جروبات مثلا للشغل، او اقرا عن مقاطعة مونجمري هتلاقيها على النت، وهتلاقي امثلة كتير قوي للمقاطعة موجودة على مر التاريخ. بس العامل الاكبر في نجاح اي مقاطعة ان هي بتستمر لفترة معينة عشان على الاقل جزء كبير من الاهداف بتاعتها تتحقق اذا ما اتحققتش كلها. مقاطعة كيان الاحتلال والمنتجات اللي بتساعد كيان الاحتلال اذا كان ماديا او اذا كان باي شكل تاني موجوده من زمان قوي، لكن كل ما الموضوع بيقدم وكل ما الموضوع بياخد وقت اطول بترجع ريما لعادتها القديمه. دلوقتي حالا انا بسجل الفيديو دوت او بعد ما اخلص مونتاج وارفعه على النت وانت تشوفه، كيان الاحتلال بيضرب اخواتنا في غزه من يوم 7 اكتوبر لحد دلوقتي. في ضرب في غزه الوقت اللي انا بسجل الفيديو ده فيه او بعد ما اخلص مونتاج وارفعه، غالبا الضرب مستمر. كيان الاحتلال من اكتر من 75 سنه جرائم الحرب والجرائم اللي بيرتكبها ضد اخواتنا في فلسطين على الاقل بتتطلب ان احنا ما نساعدهمش بفلوسنا. وهنا انت ممكن تسالني انا ازاي بدعمهم بفلوس، وازاي المقاطعه هتساعد في ان انا ما اعملش ده، وازاي المقاطعه ممكن تخلص الحرب. مصر بتعتمد بشكل كبير جدا على المنتجات من بره. لو رحت اي سوبر ماركت دلوقتي حوالين بيتك هتلاقي معظم الحاجات اللي على الرف او الحاجات اللي في الثلاجه اما تم انشائها او تصنيعها او تمويلها من شركات اجنبيه. بغض النظر عن دي اكبر مشاكلنا الاقتصاديه بالمناسبه، الا ان في بعض الشركات ديت او في حتى اسماء وبراندات ومطاعم موجوده في الاراضي المصريه تم انشائها بس بره مصر، لكن هي باموال مصريه وعلى اراضي مصريه. طيب طالما هو باموال مصريه وعلى اراضي مصريه بيبقى فين المشكله؟ المشكله هي الشركه الام. الشركات عاده بيكون ليها مؤسسين، بيبقى ليها اصحاب الشركات دي دايما بيبقى ليهم افكار وشخصيات مختلفه. عامه في اي دوله بيكون في نظام زي ازاي الدوله دي لازم ان هي تكون بتساهم في المجتمع اللي هي فيه. فالطريقه اللي الشركه دي تساهم بيها ممكن يحددها الشخص صاحب الشركه او الاشخاص في معظم الحالات، وعلى حسب دماغ الشخص ده هو اللي بيحدد الفلوس اللي المفروض ترجع تاني للمجتمع دي المفروض هتروح في انهي قضيه او انهي فكره. فمشكلتنا الفعليه مع الاشخاص اصحاب الشركات الكبيره او البراندات اللي موجوده دي. طيب برضو السؤال بيقول طالما هي باموال مصريه وعلى اراضي مصريه يبقى فين المشكله؟ لما بيكون في علامه تجاريه كبيره زي ايا يكن ايه هي الشركه اللي انت بتفكر فيها دلوقتي، العلامه دي دايما بتكون راجعه للشركه الام. طب ما هو طالما باموال مصريه وعلى اراضي مصريه يبقى فين المشكله؟ المشكله اللي بتحتاج مقاطعه هي الشركه الام. اي شركه كبيره او علامه تجاريه كبيره لما تتفتح على اراضي مصريه بتكون باموال مستثمر مصري، لكن العلامه التجاريه نفسها بتكون هي الشركه الام. زي مطاعم ماكدونالدز مثلا. ماكدونالدز كعلامه تجاريه هي شركه امريكيه. جه مستثمر مصري قال لهم يا جماعه انا عايز الاسم بتاعكم علشان اعمل منه مطاعم هنا في مصر، هبيع بالاسم بتاعكم. علشان الشركه دي تدي للمستثمر المصري حق الاستفاده من الاسم، بتاخد نسبه من المبيعات من كل المحلات اللي هتتم بالاسم ده. النسبه دي بقى بتختلف على حسب التعاقد، بتختلف على حسب النظام اللي العلامه التجاريه دي متبنيه. يعني مثلا معناها انك لو دخلت المطعم دوت ودفعت ريسيت مثلا ب 100 جنيه، في 10 جنيه من ال 100 جنيه ديت هترجع للشركه الام. يعني مثلا لو ايرادات المطعم دوت مليار جنيه، ففي 100 مليون جنيه طالعين للشركه الام. هو واجب التعاقد ان الشخص المستثمر المصري ده هيبيع باسمهم، هو لازم يدفع المبلغ ده ليهم. ال 100 مليون دولت بيتحطوا في ايد واحد عنده قضيه وهي ان هو ينشئ او يساعد كيان الاحتلال. ومش بس كده، على فكره في امريكا الموضوع معقد اكتر بكتير من البساطه اللي احنا فيها. هناك عندهم مثلا كان في نظام ان هم يمنعوا مقاطعه منتجات الاحتلال، وده علشان ببساطه قالوا ان الموضوع انتي سامريك، او ان انتوا بتعادوا الساميه مثلا علشان انتوا عايزين تقاطعوا المنتجات الاسرائيليه. بغض النظر عن المقاطعه اصلا اسلوب اعتراض سلمي، الا ان بالفعل في قانون في امريكا بيمنع مقاطعه المنتجات الاسرائيليه. حتى لو العلامه التجاريه ما بتدعمش كيان الاحتلال بشكل مباشر، حتى لو انت المفروض ان العلامه التجاريه ديت ممثلها في بلدك دفع مساعدات لاخواتنا في غزه، الا ان المشكله اكبر بكتير بس من ان هو الجزء المادي في الموضوع. بغض النظر عن ان الجزء المادي جزء كبير جدا، وان كل الحرب دي قائمه اصلا على المساعدات اللي جايه لكيان الاحتلال من امريكا او من الاتحاد الاوروبي او من الدول الاوروبيه بشكل عام مش الاتحاد الاوروبي. اللي انا اقصد اقوله ان انت عندك القدره دلوقتي بالمقاطعه بتاعتك انت دي، مش بس انك تساعد اخواتك في غزه او انك تبطل بشكل غير مباشر تمول جيش الاحتلال، انت كمان ممكن تساعد في انك تغير سياسه دوله من اكبر دول العالم، وهي بالفعل المسيطره على معظم المشاهد السياسيه اللي في العالم. بس الجميل في الموضوع ان حياتك مش هتقف. يعني بدل ما تخرج وتقعد في ستاربكس او كوستا، ممكن تروح تقعد في سلينترو مثلا، او القهوه البلدي اللي اخر الشارع. بدل ماك او كي اف سي روح بافلو برجر، او روح بازوكا او ويلز كيتشن. في مطاعم كتير قوي في مصر جودتها ممتازه وطعمها احسن مليار مره بناء عن تجربه. كل دي منتجات مصريه، كل ديت اسماء بنت
نفسها هنا في مصر. لا وكمان لما تشتري من عندهم وتساعدهم هيطلعوا الاسم ده بره مصر عشان يمثلك انت، وكمان في نفس الوقت انت بتكون بتدعم المنتج المحلي. هتلاقي 500 حاجه ممكن تكون بنفيت، هتلاقي 500 حاجه ممكن تكون مفيده، مجرد انك بس بدل ما خرجت في ماك انت رحت لجارو اللي هو بافلو برجر which is the same quality. او ممكن لو انت عايز مثلا فراخ بازوكا تحفه على جارهم الناحيه الثانيه، يا سيدي روح على ويلز كيتشن لو انت عايز تدفع اكتر، بغض النظر عن ويلز كيتشن يستاهل. ومش بس كده، بغض النظر بقى عن انك بتكون بتحط فلوسك في ايد حد مصري، حد تعب وبنى اسمه هنا في البلد بنفسه وكمان عارف يقدم لك الجودة الممتازة دي، على الأقل أنت مش هتكون بتحط فلوسك في إيد حد أنت عارف إن هي هتساعد في الحرب اللي قايمة دلوقتي على إخواتك في غزة. أبراج سكنية قصفت وتحولت إلى ركام. في حاجة تانية عايز اتكلم عليها وخصوصا للناس اللي متابعاني وعارفاني، انا بتكلم كتير عن البورصة والناس دايما بتبص على الاسهم بتاعت الشركات دي اول ما يقولوا اسم كلمة مقاطعة. بس انا عايز اقول لك حاجة بسيطة، البورصة ما بتشتغلش كده. بغض النظر عن المقاطعة بشكل عام، لو هي جلوبال او بشكل عالمي البورصة بتتأثر جدا. بس لما تكون من دولة واحدة زي مصر، خلينا ندي لك مثال، مثلا لو مصر كلها قررت ان هي النهاردة هتقاطع ماكدونالدز، فمصر كلها بتشتري من ماكدونالدز بحوالي مليار و2 مليون في السنة. لو مصر كلها قررت تقاطع ماكدونالدز فانت هتطلع بس 10% من المليار و200 مليون دول، وهو دوت اللي بيأثر في الشركة الأم، وهو خلينا نقول ان هو 100 مليون جنيه، يعني في الشهر سكة 8.5 مليون جنيه. دخل شركة ماك العالمية في شهر سبتمبر اللي فات ده بعد ما تحول للجنيه المصري كان حوالي 71 مليار و300 مليون جنيه. نسبة ال 8.5 مليون جنيه اللي انت قطعتهم عنهم في شهر من ال 71 مليار بتساوي 0.0117 which is لا شيء. البورصة ما بتتأثرش لو كلنا مرة واحدة قررنا ان احنا نقاطع ماكدونالدز واحنا ساكتين، واحنا بس مش هنقدر نغير الكون كله. البورصة بتتأثر بالسمعة، البورصة بتتأثر بالشير هولدرز، البورصة بتتأثر بالكلام والفلوس اللي هتتسحب من السهم نفسه. فطبعا من غير ما اقول لك بيع سهم معاك لو معاك. Friday night, thousands of members of Jewish Voice for Peace New York City and their allies shut down the main terminal of Grand Central Station during rush hour. It's the largest sit-in protest the city has seen in over 2 decades. كلام من القلب بقى علشان على منتج بلانيلة، فاهم؟ لو عايز تأثر على البورصة بسيطة، انت بس اتكلم. الويسترن ميديا او الاعلام الغربي عامة شغال كل يوم، كل ساعة، كل وقت يقدروا ان هو يبرر افعال الاسرائيليين بيها، بيستغلها وبيتكلم وبيتبنى القصة الاسرائيلية. المؤسسات الاخبارية الكبيرة جدا اللي على مستوى العالم اصحابها واصحاب القرار فيها معظمهم صهيونيين بيدعموا فكرة ان مع الكيان الاحتلال قلبا وقالبا، وهم اصلا المستفيدين الاول والاخرى من الاحتلال. معظم المؤسسات الاخبارية على وجه العالم كله اصحابها صهيونيين بيدعموا كيان الاحتلال ليل ونهار بكل المنصات اللي عندهم بدون زهق بدون ملل من اول ما بدأ الاحتلال ولحد دلوقتي. لو انا وانت ما اتكلمناش، الناس العادية جدا في دول زي امريكا او اوروبا مش هيعرفوا ايه اللي بيحصل فعلا. انا وانت موجودين هنا، انا وانت عايشين هنا، احنا اللي نقدر نتكلم علشان نوصل لهم صوتنا. لو انا وانت ما عرفناش ان احنا نتكلم ونوري الناس الحقيقة، لان احنا اللي عايشين هنا في الشرق الاوسط، واحنا اخواتنا في فلسطين، واحنا اللي عارفين قصة الاحتلال من الاول، مفيش حد هيقدر يوصل الصورة دي للناس. الناس دول في الاخر هم اللي هيكون عندهم القابلية وعندهم القدرة ان هم يغيروا صناع القرار، وهم اللي يصوتوا لناس معينين مواقفهم واضحة واكثر انسانية من الكارثة اللي بتحصل دلوقتي. انا وانت عايشين هنا في الشرق الاوسط، انا وانت عارفين الدنيا ماشية ازاي، انا وانت عارفين التاريخ، عارفين ايه اللي حصل، ازاي كان الاحتلال بدأ، وعارفين ايه اللي حصل. لو انا وانت ما اتكلمناش صوتنا مش هيوصل للناس الشعوب التانية. لو ما اتكلمناش بلغتنا، بلغتهم، بلغة الجيران، المهم ان احنا نتكلم. لو انا وانت اتكلمنا، الناس اللي هناك اللي هم الناس العادية جدا اللي ملهمش اصلا في القضية لكن هم بيدفعوا ضرائب، والضرائب ديت هي اللي بتروح للحكومات دي علشان تساعد الاحتلال، علشان نأثر في البورصة، علشان نأثر في الحرب، انا وانت لازم نتكلم. لما تكون الميديا بتاعتهم بتوصل صورة وهي دي بس الصورة اللي موجودة، انا وانت مش هنعرف نوصل صوتنا ليهم. كلامنا ده هيكون هو البنزين اللي هيمشي المقاطعة وهيخلي المقاطعة ليها فعلا فايدة وهتخليها تستمر. كلامي أنا وإنت اللي هيوصل للإنسان العادي اللي عايش في أمريكا أو في أوروبا القصة الحقيقية، لأن للأسف معظم المؤسسات الإخبارية العالمية بتتبنى قصة الكيان المحتل على أساس إن هي دي الحقيقة، وده اللي بيديلهم التبرير، وده اللي بيديلهم الدافع إن هم يكملوا في اللي هم بيعملوه، ويكملوا في قتل الأطفال والنساء والصحفيين وتفجير المستشفيات والاستمرار في قطع المية والأكل والشرب عن أكتر من 2 مليون بني آدم. كلامي أنا وإنت هو ده اللي هيوصل الحقيقة للناس العادية جدا اللي عايشين في أمريكا وفي أوروبا، علشان هم دول اللي هيقدروا بعد كده يختاروا ناس
وهم دول اللي هيقدروا فعلا يغيروا القوانين والواقع الامريكي اللي هو للاسف المتحكم في البورصه بتاعت الشركات دي. هو ده للاسف المتحكم في صناع القرار اللي هيجوا بعد كده. عايز تاثر في البورصه؟ اتكلم. عايز توقف الحرب؟ اتكلم. عايز تساعد باي شكل؟ بس اتكلم. المقاطعة لوحدها مش كل حاجة. انت ممكن تقاطع، بس المقاطعة دي مش هتوصلك لهدفك. من غير اي تيك توك ومن غير اي فلاتر، صور وقول رأيك. قول انت حسيت بايه وبتحس بايه كل يوم لما تلاقي الاخبار كلها اللي موجودة على السوشيال ميديا او اللي موجودة من المواقع او المؤسسات اللي فعلا بتنشر حاجة صح. بتحس بإيه كل يوم لما بتشوف الناس بتموت؟ بتحس بإيه لما بتشوف أطفال بتموت؟ بتحس بإيه؟ مجرد افتح الكاميرا، اتكلم فيها على قد ما تقدر، وارفع الفيديو ده على أي منصة تقدر توصلها، منصة إكس مثلا أو اليوتيوب أو التيك توك. صور اللي انت هتصوره وارفعه بدون مونتاج بدون أي حاجة. احساسك انت ده في حد ذاته شيء فالid. انت لما تتكلم، الناس البسيطة اللي بايديها تغير الواقع، لان هم كتير ولان احنا كتير، بس اللي صوته اعلى للاسف مش انا وانت. علشان كده بقول لك من فضلك اتكلم. الكلام هو اللي هيأثر في البورصة اكتر من ان انت بس ما تروحش تشتري الوجبة بتاعتك من المطعم المعين او الكافيه بتاعك من الشخص المكان المعين. اتكلم لان كلامك هو اللي هيوصل الصورة الحقيقية. اتكلم لان انت بتتكلم قدام مؤسسات بقالها قرون شغالة في الميديا، وهي عارفة ازاي فعلا بتتكلم علشان تسيس وتمشي افكار للأسف ضد مبادئك، ضد افكارك، ضد مبادئ انسانية. على فكرة انت مش محتاج تبقى مسلم علشان تفهم ان اللي بيحصل في غزة غلط. انا عايز اقولك ان اليهود الاسرائيليين اللي موجود في امريكا كانوا بيقفوا باحتجاجات اعتراضا على اللي بيحصل في غزة. اليهود نفسهم اللي معاهم الجنسيات الاسرائيلية اللي عايشين في دول غير اسرائيل بيطلعوا بيتكلموا ان فعلا من اكتر من 75 سنة كان في حروب بتحصل وما زالت. الاعلام الغربي كل يوم بيطلع وبيقول لك حصل حادث معين ارهابي من الجماعة المعينة الفلانية على اسرائيل، بس الواقع انه كل يوم من اكتر من 75 سنة كان بيعدي على المواطن الفلسطيني على اساس ان هو تحت احتلال. طبيعي ان يكون في مقاومة. طول ما في احتلال في مقاومة. اطلع واتكلم عشان اللي انا وانت عارفينه واللي المفروض ان انا بقوله وانا عارف انه انا وانت عارفينه، في ناس كتير جدا مش عارفاه، والناس دي بايديها تغير. وانا وانت دلوقتي بايدينا نتكلم علشان برضو نغير. من ساعة بداية الحرب وانا ما كنتش عايز اتكلم عشان ما يكونش فيه اي نوع من انواع البيرسونال جين، بس الموضوع طول. واي حد عنده اي نوع من انواع الفلسفة بالله عليك ارميها في الزبالة دلوقتي. الموضوع اطول واصعب بكتير جدا من فلسفتك انت دي هي اللي تأثر. اطلع اتكلم في مجالك، اطلع اتكلم باللي انت حاسه، اطلع بس اتكلم. اطلع قول ايه اللي انت حاسه، ايه اللي انت بتحسه لما تشوف الفيديوهات دي. اطلع اتكلم لان صوتك هو اللي هيوصل الحقيقة للناس. قطعوا المنتجات اللي بتساعد الكيان المحتل، قطعوا الميديا اللي بتساعد الكيان المحتل. اتكلموا علشان انتوا تبقوا صوت الحقيقة وصوتكم يوصل لاصحاب القرار. ساعدوا باللي تقدروا عليه. حاولوا توصلوا تبرعاتكم للناس اللي انتم شايفينهم صح. اهلنا في غزة دلوقتي محتاجين فعلا اي مساعدة ينفع توصل لهم. ولو مش هتقدر تساعد بفلوس او مش هتقدر تساعد بحاجة، على الاقل صور فيديو وحطه على النت. صوتك دلوقتي مهم. اطلع اتكلم. ده اللي بيأثر في كل حاجة. كلامك هو اللي بيغير كل حاجة. انا حرفيا بقالي اكتر من 10 دقايق عمال اقول اتكلم اتكلم. باختصار اتكلم اتكلم. وهفضل اقول اتكلم حتى بعد ما اقفل الفيديو. هفضل اتكلم وانا بعمل مونتاج. اتكلم لان الكلام بيساعد اكتر من اي حاجة تانية. شكرا جدا انك شفت الفيديو. اشوفك الفيديو الجاي. سلام. انا كفايه اكل على المطاعم كده عشان انا جعان اصلا. طعمه حلو.